في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. اللاعب الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى في الزمالك خلال مباراة سموحة. كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن معتمد جمال المدير الفني للفريق يسعى لإعادة ترتيب أوراقه سريعا بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة وقبل مواجهة سموحة في الدوري. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، في لقاء يسعى خلاله الفريق لاستعادة توازنه. وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يدرس إجراء تعديل في مركز الظهير الأيمن من خلال الدفع بمحمد إبراهيم في التشكيل الأساسي أمام سموحة لتعويض غياب عمر جابر للإصابة. وكان محمد إسماعيل قد شارك في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الأهلي، بينما ظل محمد إبراهيم على مقاعد البدلاء دون مشاركة. ويرى الكثيرون ونحن منهم أنه لم يكن على المستوى المطلوب كونه يلعب في غير مركزه، وعلى هذا يدرس معتمد جمال عودة كل لاعب في مكانه وأن يتواجد محمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن.